كتبدا القصه في واحد البنك في امريكا. هنا كنشوفوا الموظفين وكل واحد غادي يدير خدمته كيف ديما، ولكن حتى واحد ما عارف باللي كاينه عصابه كتحاول تسرق البنك. هنا كنشوفوا واحد ثلاثه على برا حلوا الطوموبيل وجبدوا شي سيكان وتمو غاديين طالعين للسطح ديال البنك، وكيبان باللي هما العصابه. ونرجعوا للبنك وهنا كنشوفوا واحد خونا جاي داخل البنك وكيبان الشكل ديالو غريب. مشى عند الموظف وقال لها صرفي لي واحد 100 دولار وبغيتها كامله تكون صرف، ودار هادشي غير باش يضيع ليها الوقت ويبقى داوي معاها. والموظفه لاحظت الشخص اللي قدامها من شكل وكيدير شي تصرفات غريبه، خصوصا السرعه ديالو في الحساب، وعرفات باللي سميتو تريب. ورجعوا للعصابه بعد ما هبطوا للبنك وبدلوا حوايجهم وهزوا الاسلحه وحلوا الباب ودخلوا. وهنا تريب صونا ليه المنبه وقال لكاتلين خاصني نمشي، راه الموعد ديال العلاج ديالي قرب. وقبل ما يمشي بانوا ليه واحد جوج في شكل جايين داخلين للبنك، ومنين شاف واحد فيهم غادي يجبد الفردي طلع على كاتلين باش يحميها. وفي نفس الوقت بانت ليه العصابه اللي هبطات من السطح. وهنا كتبان بلي القضيه غادا تترون لانه جوج عصابات ناويين يسرقوا نفس البنك، وشويه وهي تجي واحد القرطاسه في واحد من الرهائن وما عرفوهاش منين جات، وهما ينوضوها قرطاس بيناتهم حتى تدخل تريب وبدا كيغوت باش يحبسو. وناض مشى يشوف الموظف اللي ضرب وقال لهم باللي راه مات. هنا كنعرفوا باللي العصابه ديال دوك الجوج اللي سميتهم جيليوفيل جايين باش يشفروا الكيشي، وكيبان باللي داخلين عليها غير سنطيحه، والاخرين جايين على قبل الخزانات. واقترح عليهم تريب كل عصابه دير خدمتها وبلا ما يتأذى شي واحد فيهم، وفعلا اقتنعوا بالفكره ديالو. من موراها جمعوا الرهائن ودخلوهم لواحد الغرفه، وكل عصابه بدات كتنفذ الخطه ديالها. والمدير ديال البنك قال الرهائن ما عندنا ما نديرو حيت العصابات بجوج هازين السلاح. واحد من العصابه اللي جايه تيشفر الخزنه مشى عند الرهائن وقال لهم حتى واحد ما غادي يخرج من هنا حتى نساليو ونمشيو بحالنا. وفي نفس الوقت صاحبو كان كيحاول يفتح الخزنه حتى كيتفاجئ ملي جوج ديال العصابه الثانيه قاصدينو. خونا تعصب عليهم حيت شافوا ليه وجهه وبدا كيغوت عليهم، ومن التصرفات ديالهم والطريقه باش كيهضروا عرف باللي خوتنا غير مصمكين وما فاهمين والو حيت جاو يشفروا بلا ماسكات بلا والو. هو يقول لهم هالعار لما عطوني غير اتساع وخليوني مركز في المهمه اللي عندي وإلا راه غادي نقتلكم. وفي نفس الوقت صحابهم مشاو عند الرهائن وعطاوهم يهضروا مع عائلاتهم ويقولوا لهم باللي راه ما غاديش يباتوا في الدار هاد الليله. وتريب ما كان عنده حتى واحد اللي غادي يعيط ليه. موراها رجعوا للخزنه عند صاحبهم اللي لقاو مازال مضارب معاها باش يحلها حيت الخزنه كانت محميه بزاف. وتريب خدا البسطام ديال الشخص اللي مات ومن خلاله عرف باللي خونا اللي مات عميل ديال المخابرات، وهادشي اللي خلاه يشك فيه. ومن بعد مربط الاحداث اللي دازوا من قبل، ولكن جميع الرهائن ما اتفقوش معاه، وهادشي اللي خلاه يبغي يتاكد. وقال للموظفه باللي غادي نطلع من السقف ونمشي نشوف اش واقع. وفعلا طلع، ولكن الصدمه هي جيليوفيل لصقوا شي قنبله في الكيشي، ولكن مع التسميكه غادي يفرقع القنبله وهو مازال قريب من الكيشي. وبسبب الانفجار طاح تريب من السقف وجا فوق البيسي ديال العصابه الثانيه وخسروا ليهم. وهما يتعصبوا حيت عرفوا باللي غادي يحتاجوا بزاف ديال الوقت باش يحلوا الخزنه. والمشكل ان القنبله اللي دار جيليوفيل ما فرقعتش الكيشي، ومايك وصاحبه مشاو ليهم وبغاو يقتلوهم ويتهنوا من صداعهم حيت غادي يبرزطوهم، ولكن من القواعد ديالهم ما كيقتلوا حتى واحد من في العمليات اللي كيديروها. وجيلي تعصب على فيل حيت العصابه الثانيه كانت غادا تقتلهم بالخطا. خرجت القرطاس من الفردي ديال جيلي وضربات فيل لودنو، ولكن دخلوا الافراد العصابه الثانيه وبردوا القضيه. وخونا مشى رجع للتريب وخداه لعند الرهائن. في الطريق تريب عرف باللي هما ما كيقتلوا حتى واحد، وعرف باللي ماشي هما اللي قتلوا العامل ديال المخابرات، وبقى ضارو راسو كيفاش العامل مات وشكون اللي قتلو. وتريب شك باللي واحد الموظف يقدر يكون مخبي حيت كانت باينه فيه مخلوع، وسولوه واش كيعرف شي حاجه على هاد السرقه. خونا اعترف لهم باللي باع شي معلومات لشي واحد ما كيعرفوش، وقال لهم كنت كنهضر معاه غير بالفاك. موراها كنشوفوا افراد العصابه الثانيه اللي عرفوا باللي كاين باب ثاني في الخزنه وخاصهم يقطعوه، ولكن هادشي غادي ياخذ لهم بزاف ديال الوقت. وهنا خوتنا زادوا تعصبوا حتى كانوا غادي ينوضوها بيناتهم، ولكن دخل العزوه وفارقهم وقال لصاحبه ماي يمشي يشوف جيلي وفيل اش كيديروا حيت بسببهم العمليه غادي تاخذ وقت طويل. وملي مشى مايك لقاهم ثاني باغيين يفجروا الكيش وبدا كيضحك عليهم. وفي نفس الوقت كنشوفوا التري كيهضر مع الموظفه وقال لها راه عندي واحد الدواء كنشربه في الوقت وإلا ما شربتوش كيضرني راسي بزاف، وهادشي كيأثر ليا في التصرفات ديالي. وواحد من العصابه الثانيه مشى دخل الحمام عند الموظف اللي قال ليه تري راه بعت شي معلومات على البنك، وبقاو كيهضروا كيبان باللي بيناتهم شي علاقه بجوج. موراها قرروا العصابات بجوج باللي غادي يقسموا الرهائن. ومن ظهر تريب والموظفه جاو مع العصابه ديال جيلي وفيه، وتريب زرب عليهم بالهضره حيت عارفهم مكلخين وقال لهم غادي نعاونكم باش تفرقعوا الكيشي. وفعلا عاونهم، ولكن القنابل ما تفرقعوش. وتريب استغل الفرصه وقلب الجيب ديال العامل اللي من المخابرات ولقى فيه فردي. خونا بدا كيحلل في الطريقه كيفاش مات العامل وهو يشوف جيلي وهو عليه الفردي. وجاو افراد العصابه الثانيه وتريب قال لهم ما تخافوش ولاح الفردي وقال لهم راه شي حاجه ماشي هي هذيك في هذا الشيء. وعرف باللي العامل اللي من المخابرات كان جاي باش يشد افراد العصابه حيت الوجود ديالو ماشي صدفه، وبدا كيتخيل كيفاش تقتل. ومنين جاتو قرطاسه
ومشاو للحمام حيت تريب قال لمايك باللي صاحبكم اللي دخل عند الموظفه هو اللي يقدر يكون قتلو، ولكن للاسف لقاوهم ميتين بجوج وما عرفوش كيفاش ماتوا. وتريب قال لهم راه ممكن تقدر تكون بيناتهم شي علاقه وصفوها لبعضياتهم، ولكن العزو ما تيقوش وقال ليه هادشي راه ما يمكنش. ومشى يشوف الرهائن وتريب لقى واحد الساروت في الفم ديال صاحبو مايك، وخونا تعصب على مايك وقال ليه خاصنا نخرجوا من هنا. مايك قال ليه نحلوا الخزنه ونهرب، ولكن خونا كان باغي يخرج ومايك مشى اتفق مع جيلي وفيه باش يولي الزعيم ديالهم. والعزوم عا بغى يشعل العافيه تفرقعت عليه القرعه، ولكن للاسف صاحبنا مات. ومايك قال لجيلي غادي نحل الخزنه هي الاول ونقتلوا الرهائن، وجيلي وفاف حيت كان خايف منه. وتريب قرر باش يطلع للسقف الثاني ويحاول يعرف الحقيقه. شافوا فيل اللي هبط وتخبى في الغرفه الثانيه وبقى كيهدد فيه بسلاح حتى خرج عند تريب، ولكن بزرب عليه بالهضره ووراه الجهاز ديال التفجير وقال ليه راه شي واحد اللي تعمد ويخسرو حيت ما فيه الحجره. وخونا فيل تيقو تريب قال ليه راه هاد الشخص ممكن يكون جيلي، ولكن فيل تعصب عليه وقال ليه راه جيلي اكثر من خويا. وتريب قال ليه شكون اللي قال لكم تنفذوا هاد المهمه؟ فيل قال ليه راه جاتنا غير في الفار وما عرفناش كم صيفطها لينا. موراها كنشوفوا الموظفه جالسه مع المدير ديال البنك كيحاولوا يلقاو شي حل، والمدير كان مريض وطاح ليه السكر. والموظفه كطلب من جيلي يعاونها وقالت ليه راه خاصنا الدواء ضروري. مشات لعند تريب باش يعاونها وجابوا ليه الدواء. جي ليها مايك وقال تريب علاش عاونتيها وبدا كيهدد فيه، ولكن تريب جبد واحد السلاح كان سرقوا لجيلي وقال ليه شكون الزعيم ديالكم. مايك عطاه الورقه ديال الفاكس وتريب بدا كيقرا فيها هو والموظفه كاتلين وحاولوا يعرفوا شكون مصيفطها. وهما يكتشفوا باللي واحد من الرهائن مختفي، وهذا الشيء خلى تريب يزيد يتعصب حتى طاح للارض بقوه التفكير حيت باغي يوصل للحقيقه في اسرع وقت. وبالصدفه ناض لواحد البلاكار ويطيح منه واحد الجثه، وهنا عرفوا باللي هي الرهينه اللي اختفات وكانت معها واحد الورقه واللي من خلالها عرفوا باللي هي الخدامه في البنك السويسري. وتريب قال لهم هذه ماشي سرقه عاديه وخرج كيجري عند مايك اللي كان ناوي يفرقع الخزنه، وراه الورقه اللي لقى مع الجثه وقال لهم راه خونا اللي مصيفط لكم الفاكس هو نفسه اللي مصيفط هذه الورقه. وقال ليه راه شي واحد معانا في البنك هو اللي كيدير هذا الشيء، هو اللي قتل المراه وقتل حتى العامل ديال المخابرات. وبقى كيشرح لهم في التفاصيل اللي استنتج من الوراق والاحداث اللي دازوا. موراها مايك ما اقتنعش بالهضره ديالو وقرر يفرقع الخزنه، وفعلا هاد المره نجح. وملي شاف كميه الفلوس تصدم، وجيليو فيل بقاو حتى هما مصدومين. شويه هو يخرج لهم واحد الحارس ديال البنك وهز معاه السلاح وشك فيهم كاملين وقال لهم راه اللي قتل المراه والعامل ضروري كاين وسطكم. وبدا تريب كيهضر هو والموظفه كيحاولوا يعرفوا شكون. في نفس الوقت افراد العصابه كيجمعوا في الفلوس من الخزنه. شويه وهي تبان لهم واحد الموظفه قاصده تريب وكتقول الرهائن راه هذا هو الشخص اللي كنقلبوا عليه وراه هو اللي قتل المراه والعامل. وقالت لهم راه هو اللي كيبقى يتحرك في البنك بزاف. خوتنا تاقوا بها وبداو هاجمين عليه باش يقتلوه، ولكن تريب قدر يهرب منهم وللاسف جات ليه قرطاسه في دراعه وخداو واحد اللصقه وحزم باش ما يبقاش يديز منه الدم. ومشى قطع عليهم الضوء، وشي واحد من الرهائن كانت عنده نظارات ليليه وبدا كيقشل فيهم. وبدا الحارس هو الاول وقشل حتى ماي وجيليو فيل غير كيتيريو على الله ويتشعل الموظف الضوء كيبان كاملين كيقلبوا على تريب. والمدير ديال البنك حتى هو كان باغي يقتل تريب، ولكن تريب خرج لهم وقال لهم راه ماشي انا الشخص اللي كتقلبوا عليه، وانا طلعت في الضوء ومشيت للحمام باش نشوف شكون غادي يجي يهز النظارات الليليه. وتصدم ملي لقى المدير هو اللي جاي ياخذهم. والمدير ملي شاف راسو حصل بدا كيضرب في تريب وبدا كيهدد فيهم، ولكن الموظفه قالت ليه انا وتريب شكينا فيك من الاول باللي انت مول الفعله وانت اللي قتلتي الموظف ورجل المخابرات، ودرنا لك هذه الخطه باش نكتشفوا الحقيقه ديالك. والمدير ملي شاف راسو حاصل عرض عليهم 2 مليون ديال الدولار كل واحد باش يسكتهم، ولكن خوتنا ما بغاوش ليه وبداو كيتيروا فيه كاملين حتى قتلوه. موراها جيليو فيه بداو كيودعوا فيهم وقالوا لهم راه غادي ناخذوا السيكان اللي فيهم الفلوس. والموظفه قالت لهم غير خذوهم. خوتنا خدوا السيكان وهما فرحانين ودعوهم ومشاو. موراها جاو البوليس وبداو كيحققوا في القضيه. عاونوا الموظفه كاتلين باش تخرج الهدايا ديال العرس ديالها اللي جابوا ليها الموظفين. ومفاجاه ان ركب معاها تريب في الطوموبيل وعطاتو يحل واحد من الهدايا، وخونا تصدم ملي لقاها عامره بالفلوس. هنا كنعرفوا باللي الموظفه قررت تشفر الفلوس وتخرجهم في الكادوات ديال العرس، وهي اصلا ما كان عندها لا عرس لا والو وغير كذبات عليهم حيت كانت ناويه تخرج الفلوس في الكادوات وحتى واحد ما يعيق بها. وختنا ملي قطع تريب الضوء مشات خدات الفلوس من السيكان اللي عمرو جيلو فيلي ودارتهم في الكادوات ديالهم. هنا كنعرفوا باللي تريب والموظفه كانوا متفقين على هذه السرقه من الاول، وفعلا نجحت الخطه ديالهم وقدروا يشفروا البنك وقرروا بلي غادي يمشيو لشي بلاد بعيده ويكملوا حياتهم ويتزوجوا ويحققوا الاحلام ديالهم. وحتى لهنا نكونوا وصلنا لنهايه القصه. اللي عجبتكم متنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. نتلاقاو الخوت فيديو الجاي. بيس.